السؤال ممتاز، لأن كل واحد فينا عاوز استراتيجية محددة عشان ينجح. وإذا كانش في استراتيجيات، أنت عارف عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان نكتاب وعشان نتنرفز وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك، يا ابني مش أنت مجنون وبتاع، والعيلة يقولوا عليك متخلف، ضل دارك في العيلة وفي المدرسة يضحكوا عليك. ومع ذلك برضه كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. وشوية شوية 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 بتتعلم. لما عارف في واحد قال لي الكلام ده، كان من مدرسين أنا شخصيا في أمريكا. الراجل ده قال لي لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عاوز تكون متزن ادرس الاتزان. الكلام ده جالي بعدها بفترة، لكن من صغري أنا كنت بعمل كده. أما أشوف مثلا لعيبة مصر بيعملوا إيه، بيتحرك إزاي، رجليه اليمين فين، قدام ولا ورا، كبير ليه، بياكل ايه، بيتصرف ازاي، بيقول ايه، لما يكون متنرفز بيتصرف ازاي، عنده مشكله بيعمل ايه. وشويه شويه فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الاهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الامر انت لانهي درجه وصلت لمرحله انك ما تسيبش هدفك ابدا، ما تسيبش حلمك ابدا. فانا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز الكندي دلوقتي عارفين لما يكون عندنا اهداف مش ممكن هسيبه اطلاقا اطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدا نراجع، بنقيم، بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم اوصل له. لان اذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه ليه لا انا وانت؟ فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله باستمرار. يعني دلوقتي انا عندي اهداف فوق قدامهم، ليه؟ يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم. غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. انت عارف من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح، وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اداني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان. فيوم الجديد فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك انت، سايق سيارتك انت، عايش في فيلتك انت، مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. لازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه.